امبارح ببص على المحطات كده، لقيت لك جايبين اللي هم القنوات بتاعت الاخوان اللي انتوا عارفينها، اللي هي مكملين وبتنجانين والكلام ده. يقول لك ايه؟ المواطن المصري تعبان، تعبان في العيشه بتاعته والدنيا تعبانه، والمواطن ما يكفوش 7 8000 9000 جنيه في الشهر، والدنيا تعبانه قوي. طب انت ما خدتش بالك انت للي حاصل اليومين دول؟ ولا احنا مش تبعكم؟ ولا المهم اللي احنا نغور في داهيه عشان تستريحوا؟ ما هو يا بص، احنا يا فيها يا نخفيها. والله يا فيها يا خفيها، هم ماشيين كده، يا فيها يا خفيها. زي ما كنا نيجي نلعب كوره، يقول لك انا يلعب يا ايه، مش هاخد الكوره، احنا كده نحكم مصر هنخربها. ايه يا باشا؟ يا باشا ده الراجل بيقول لك انا هخلي الشرق الاوسط جحيم. مصر لو ما هجرتش فلسطين عندها انا هخليها جحيم، وانت بتسالني هنا العيشه واللي عايشينها والدنيا والتيت. مش هتبطلوا اللي فيكوا ده، مش هتبطلوا. وحولكم ما زهقتوش، ما تعبتوش. هي البلد تخرب وخلاص، عاوزينها تخرب زي برضه ايام كورونا. حول قوة الا بالله. بص استنى هندي ستوب عشان اللي يمشي ده ما حبكش الكلاكس غير قدام المحل. هي كده الدنيا. بص الهيصه كلها حصلت الحمد لله، هديت يعني. المهم انتوا عاوزين ايه؟ خدتش بالك لابو حنان اللي بيقول لك انا هخلي الشرق الاوسط جحيم؟ ما خدتش بالك اللي القواعد الامريكيه في السعوديه، في الامارات، في قطر، في البحرين، في الاردن، اكبر الكويت، يعني يوم ما يجوا يضربوا مصر هيضربونا من الدول العربيه، هيضربونا من البلاد العربيه، بالبنزين بتاع الطيارات من البلاد العربيه، من الاراضي العربيه. والدول هتقول لك ايه؟ احنا نندد، احنا نسجب، الا احنا ما ينفعش اللي بتعملوه ده مع مصر. لا بس مصر الحمد لله تعرف ترد، ولو كلناها بملح، لو ما كلناش خالص، لو متنا، لو قدمنا عيالنا شهداء، لو احنا بينا شهداء استشهاديين، معاك 100 مليون مواطن طلع منهم 70 مليون راجل، لو هنموت في ده البلد دي، لو هنموت في ده ترابها، مش هتفرق معانا حاجه. جاي تقول لي المواطن المصري العيشه غاليه، عيشه غاليه. يا ولود المرة، يا ولود المرة يا كدابين، بدل ما تقول مش وقته. كله مع بعضه، كله مع بعضه، مصري، مسيحي، حزبي، ده سلفي، ده مش عارف ايه، كله هنا دلوقتي الخلافات كلها في السفينة هتغرق، وفي اعصار جاي يدمر السفينة. كلنا نتكاتف اللي احنا نطلع من اللي احنا فيه ده، ونركز مع الراجل ابو حنان ده. ابو حنان ده خلي بالك ده مش اول مرة، خلي بالك يقولوها لمصر، حصلت برضه ايام الرئيس السادات، وحصلت ايام الرئيس جمال عبد الناصر، خلي بالك مش اول مرة والله، وحصلت لنا كتير. ياما دقت احنا قدرنا 7000 سنة البلد الوحيدة اللي ما بتبطلش حروب مصر، خلي بالك. لو احنا بس قاعدين في هدنه كده من حرب 73 لدلوقتي، احنا ما بنسكتش. لحد الانجليز محتلينا 100 سنه وطلعناهم، يعني دخلوا الفرنسيين وطلعناهم، دخلوا الصليبيين وخدوا على عينيهم، المغول احنا اللي وقفناهم، كانوا داخلين على الكره الارضيه مش داخلين على بلد. انت في بلد، في شعب عنده ساعة تيجي عند ارضه ياكلك بسنانه. وكلنا الجيش المصري، كلنا دخلنا الجيش، وكلنا جاهزين ان احنا فدا بلدنا. ايه؟ الناس بتموت في المواصلات، الناس بتموت على الكراسي، الناس بتموت في الحوادث الطرق. نموت في حاجه مفيده يا عم، نستشهد في حاجه مفيده، نبقى فدا بلدنا، فدا عيالنا. لو ما عرفناش نحمي ارضنا نموت احسن. صباح الفل.